مش بإيدي مش بإيدي إني بخاف من أي حاجة وكل حاجة، الضلمة، الفقد. بخاف حتى من كوني بخاف، طبيعي كده، وده مش بإيدي. أنا اتربيت بطريقة خلتني كده، هو أنا ممكن في يوم أتغير؟ ممكن مخافش؟ ممكن ما بانش مهزوز في عيون اللي بحبهم؟ ولا خلاص اللي اتولدت بيه هموت بيه؟ فاكر أول مرة وقعت واتخبطت خبطة شديدة شوية، والدتك جت بسرعة وشالتك وقالت لك ما تخافش أنا جنبك، مفيش حاجة. اللحظة دي كانت أكتر من حضن، كانت برمجة عصبية بتتشكل جوه مخك. الطفولة مش بس مرحلة، الطفولة فرصة بتحدد انت هتعيش ازاي طول عمرك. المخ لما بيتولد بيبقى عامل زي متاهة مليانة ممرات ومسارات. مع الوقت المسار اللي بيتكرر هو ده اللي مخنا بيحفظه، وواحدة واحدة يبدأ يمحي باقي مسارات المتاهة لحد ما يفضل المسار المكرر ده هو الوحيد اللي موجود، وده اللي بيمثل طبعنا. الطفل اللي بيتحضن لما بيخاف مخه بيحفظ مسار الأمان، واللي بيتساب لوحده مخه ما بيشوفش غير مسار الخطر. والطفل ده اللي اتعود يتساب لوحده وسط المخاطر مخه بيكون آلية دفاعية، وهي إن الأميجدالة عنده، وهي مركز الإنذار في المخ، بتفضل شغالة ومنتبهة 24 ساعة تحسبا لأي خطر، سواء كان الخطر ده صوت غريب، مكان غريب، أو حتى تجربة جديدة. لكن دي مش النهاية، انت مش هتفضل كده غير لو انت بنفسك قررت تفضل كده. كان في طفل اسمه توم ده كان بيخاف من الضلمة ومن المية ومن الكلاب ومن كل حاجة تقريبا، بس كل سنة كان بيحاول يتغلب على حاجة من خوفه. كل سنة كان بيحاول يخطي خطوة ولو صغيرة، وكان في وراه ناس بتدعمه مش بتضغط عليه. توم كبر وبقى ناجح في حياته، يمكن لسه جواه شوية قلق، لكنه اتغير كتير قوي عن زمان. اللي حصل مع توم بيفهمنا ان يمكن الطبع بيأثر، لكنه مش بيحكم. الطبع مش قدر، هو مجرد بداية، وانت اللي بتكمل طريقك باختياراتك، بالناس اللي حواليك، وبالفرص اللي اتقدمت لك. في تجربة اتعملت على القطط لقيت ان من بين كل 7 قطط في واحدة بتخاف من اي تجربة جديدة، بتستخبى، ما بتحبش تصطاد غير الفئران الصغيرة. وده برضه لأن مركز الإنذار في مخها شغال 24 ساعة على طول، حاسة إن الخطر بيحاوطها من كل اتجاه. أنت كمان يمكن يكون عندك امتحان بسيط، بس بالنسبة لك كأنك داخل ساحة حرب، لدرجة إن الموضوع ممكن يوصل لنوبات هلع. بس ده مش معناه إننا محكوم علينا بالخوف. العلم بيقول إن المخ يقدر يتغير، التربية بتعيد برمجة الدوائر العصبية في المخ. كل مرة الطفل بيواجه ويحس بالأمان يتخلق في دماغه مسار جديد بدل اللي اتمسحه، مسار نقدر نسميه مسار الشجاعة. وكل مرة بنخبي فيها الطفل من خوفه بنكون بنقفل عليه الطريق ده. التوازن دايما مهم، نواجه بس وفي حضن بيدعمنا، نتعرض لتجارب جديدة بس واحنا مطمنين إن في إيد هتسندنا لو وقعنا. لو كنت انطوائي أو بتخاف أو عندك طفل كده، ما تفكرش إن مفيش أمل. كل طفل فيه جواه شجاعة، بس مستنية فرصة تطلع، حضن، كلمة، تشجيع. صدقه واستناه، وما تنساش الطبع مش سجن، الطبع باب، وانت اللي معاك المفتاح. وفي النهاية لو عجبك الفيديو ما تنساش تدوس لايك وتشترك في القناة، واشوفكم على خير في حلقة جديدة في الشارع.